على أن هذا المجرم هو مريض بمرض الإيدز أي السيدة، وكان ينشر اللعب. هذا الشخص هو ممثل إباحي، كان يمثل في أفلام إباحية. أول شيء زنى بأكثر من 1500 امرأة، زنى بأكثر من 1500 امرأة، وليس براكن شرعي. لكي يفهم عوام الناس ولكي ننير الرأي العام، سفاح بركان الملقب بعبد الله الروحاني وصفحته موجودة على فيسبوك هو ليس براق شرعي، وليس بينه وبين الرقية إلا الخير والإحسان، هو ساحر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هذا الشخص هو ممثل إباحي، كان يمثل في أفلام إباحية، كان يمارس الرذيلة والزنا عياذا بالله في الديار الإسبانية، ثم بعدها هرب إلى بلجيكا، ثم بعدها تم طرده من بلجيكا إلى المغرب، فاستقر بمدينة بركان، لأن مدينة بركان هي مدينة صغيرة جدا معروفة بحفاظها ومعروفة بتقاليدها وأعرافها، مدينة الليمون كما يلقبها الشعب المغربي. فهذه المدينة تعرضت لهذه الجريمة الشنعاء، مما جعل سكانها يتساءلون وجعل كل الناس يطرحون مجموعة من الأسئلة حول هذا الموضوع. لماذا هذا السفاح فعل هذه الفعلة؟ هذا السفاح يا إخواني أول شيء زنى بأكثر من 1500 امرأة، زنى بأكثر من 1500 امرأة، عثر عنده على أكثر من 1500 قرص ثم أكثر من 1000 صورة. ثالثا هذا الدجال الذي يروج له بعض الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر مجموعة من القنوات على أنه راكن شرعي، ونشهد الله أنه ليس براكن شرعي، وأنه ممثل أفلام إباحية، كان يمثل أفلام إباحية في بلجيكا وعاد للمغرب. ثم هناك مفاجأة عظمى، وهذا ما أود أن أنير به الرأي العام. لما نزلنا من مدينة بركان تساءل الناس وطرح مجموعة من الأسئلة، ووجدنا الناس في هيجان كبير، الكل يتساءل، الكل محتار. فاكتشفنا ذواء بين الساكنة، بين النساء المتزوجات والبنات والعزب والمطلقات والأرامل، أن هذا المجرم هو مريض بمرض الإيدز أي السيدة، وكان ينشر اللعب.